السلام عليكم ورحمة الله. يسقط جلاد الشعب، يسقط حزب الدستور، هذا اللي نادينا به. جلاد الشعب الحمد لله تم القضاء عليه، حزب الدستور ما زال إلى الآن هو اللي يحكم في البلاد، وهذه الخطوة الأهم. ما غير ما نحكي على الدستور فصل 56 فصل 57، هناك فصول أخرى يمكن أي شخص نظيف هو اللي يحكم في البلاد، لأنه مدام ثلاثي محور الشر إلى الآن هو اللي يحكم في البلاد، باش تبقى عمليات الخطف والنهب والسرقة والإحراق والقتل وترويع الآمنين من التونسيين. وهذه الخطة المستقبلية لحزب التجمع. هذه الخطة الأولى. لما مشى سفير تونس، مشى لبن علي، مشى له في الرياض، السفير التونسي في السعودية مشى لبن علي، الرئيس بن علي بدأ يضحك، قال له أنا مشيت ولكن التجمع باقي، وما دام التجمع باقي معناها الشر باقي والاستبداد باقي والظلم باقي وكل شيء يضر بالبلاد باقي. فلهذا الهدف الأسمى الآن، الأسمى هو القضاء على حزب التجمع كله، بالوزراء متاعه، بالنواب متاعه، برئيس الحكومة متاعه، بالعمد متاعه، بالمعتمدين متاعه، برؤساء الشعب متاعه، بالشباب الدستوري متاعه. كل لابد أن نكنسهم فردا فردا إلى مزبلة التاريخ. عندهم زوز حلول، يا إما يخلطوا على أبوهم في السعودية وإلا على أمهم في دبي، أما تونس فلا فلا فلا. الخطوة الثانية اللي يدبروا فيها الآن ثلاثي الشر الغنوشي والقلال والمبزع، هي تغيير اسم حزب التجمع والدخول إلى الانتخابات الجديدة باسم جديد. حذاري من هذه الخطوة. الناس هذا ما عادش عندهم مكان في الساحة السياسية، ما عادش عندهم مكان في تونس أصلا، مكانهم في تونس فقط في السجون التونسية أو فوق منصة الأعدام، لأنهم سفاكي دماء، لأنهم لصوص، لأنهم سراق سفاكي دماء لصوص. إذا كنا نلوم على بن علي لأنه قتل 100 شخص، فالقلال قتل 600 تونسي، والغنوشي كذلك، هو كان العقل المدبر والشر المدبر للرئيس بن علي. وفؤاد المبزع هو يعني سارق جيوب التونسيين. فالآن الخطوة الأهم هو إسقاط حزب التجمع فردا 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 فردا، وفي القريب العاجل بإذن الله تعالى. والآن تأكدنا إنهم فعلا كلاب، لأنه من صفة الكلب الوفاء، وهم إلى حد الآن لا يزالون أوفياء إلى الظالم بن علي. بالحق كلاب، لأنه الكلب وفي، وهم إلى الآن رغم أنه تركهم وهجرهم وتخلى عنهم إلا أنهم يعني لا يزالون أوفياء. ولكن بإذن الله تعالى سنقضي عليهم فردا فردا ونرمي بهم في مزبلة التاريخ.